لذا أطلب من جميع الأخوة المؤمنين من أعمال الشيخ سعد الكرام والهاشم قالوا علينا النزال والأنصار تناخوا وقالوا محال بالنفوس احنا اللي بنبذيلهم شبوه الهاشم قالوا والحزب الرقال والأبطال يمونهم لاقى الأبطال لو بدوا هاشم نقص ونصير عار والكلافة للكلافة تشيله حسين قال انصارنا هلت العين وهز حبيب العلم يم وجه الحسين اليوم نبدي رواحنا شيد الدين اليوم الهموم عليك زيلها هذا الحسين بن علي مع صحبه وأهل بيته هذا ابن رسول الله هذا ابن فاطمة الزهراء مع صحبه وأهل بيته وعياله وقد لاقوا جيوش الغر فابوا الذلة والمهانة ورفضوا الاستكان لابن الدعي عبيد الله بن زياد وطاغيته عصره يزيد بن معاوية قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس فهذا الحسين بن علي ومعه أخيه أبي الفضل العباس وولده علي الأكبر
يتقدم نحو عمر بن سعد للمحادثة. فتقدم عمر بن سعد وبجواره شمر بن الجوشن وشرف الربعي، تقدما نحو ابن فاطمة الزهراء. وهذا الحديث الذي يجري بينهم هو آخر لقاء لساعات القتال. فهذا عمر بن سعد يتحدث إلى الحسين ويتحدث معه أبا عبد الله. وما تشاهدون يا مؤمنون هذا الحسين بن علي يتحدث إلى ابن سعد بشأن هذه الجيوش وهذا اليوم الذي لا بد منه. فرجع الإمام الحسين غاضبا ولم يجر الاتفاق مع ابن سعد، فرجع إلى معسكره وأنصاره. وأمر الحسين أنصاره بشعل النيران لحماية معسكره وحماية النسوة والأطفال من أي خطر يطرق. وهذا الحسين يوجه قادته ويوجه أنصاره. يا حسين يا حسين أتحدث عن يا ابن راعية المعزة أنت أولى بها صنيعة. وهذا الإمام الحسين يتقدم منه برير بن خضير فقال له يا برير اخطب بالناس. يا برير قدم لهؤلاء القوم عسى أن يهديهم ربي. فتقدم برير بن خضير ينادي الناس يا قوم يا قوم اتقوا الله، فإن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم. هؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم. وما الذي تريدون أن تصنعوه؟ نريد أن نمكن الأمير عبيد الله بن زياد، سيرى رأيه فيهم. ألا ترضون منهم أن يعودوا من حيث أتوا؟ كلا كلا كلا. الحمد لله الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة. اللهم إني أبرأ إليك من فعال القوم. اللهم القي بأسهم بينهم حتى يلقوك. فعاد برير وساد الهرج والمرج في معسكر ابن زياد. فرجع برير إلى معسكر الحسين ويتقدم أبا عبد الله وينادي القوم. أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم عليه وحتى أعذر إليكم. فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك سعداء، وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا رأيكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما. ألست
ألست ابن بنت نبيكم وابن علي الوصية؟ أليس الحمزة عم أبي؟ أليس جعفر الطيار عمي؟ علمنا يا حسين، علمنا وعرفنا ذلك كله، ونحن غير تاركك حتى تذوق الموت عطشا او تنزل على حكمة بالعياد. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله، وحجور طابت وجدود طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن تأثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نعنف فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فلو خلد الملوك إذن خلدنا، ولو بقي الكرام إذن بقينا. فقل للشامتين بنا عتيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. وعاد الإمام الحسين إلى معسكره وأنصاره بعدما أتم حديثه مع عمر بن سعد وجيشه. يا حسين، يا حسين، اخرج لنا ابن اختنا العباس واخوته. يا عباس، يا أخي، أخرج لهم فإن القوم يطلبوك. فها هو ابن الفضل العباس واخوته جعفر وعبد الله وهم اولاد ام البنين يتقدمون نحو الشام. يا بلفام، يا ابن الرجال، قد امرك زياد باعطائك الامان لك ولاخوتك، وان يجعلك قائدا في جيشه على ان تترك الحسين ابن علي. ويلك يا شر، أتعطوني الأمان وابن رسول الله لا أمان له؟ فتبا لك ولأمانك ولما جئت به، فوالله ما خلقت إلا لنصرة سيدي وأخي ومولاي ابن رسول الله في هذا اليوم. يا عباس ريض الإعلام تشهدهم وحداكم ينذونك، لما شفتهم يحاجونك وبرة الجيش يوعدونك، وانت العميد اللي يعرفونك 70,000 ما تقبضونك. لا فتصير وحقنا امك، اخاف من اخيك يعزلونك. وهذا بالفضل العباس عاد الى معسكره. يا مؤمنون، فتقدم الحر ابن يزيد الرياحي نحو عمر بن سعد يتحدث معه، فهذا الحر ينزل عن جواده ويتقدم إلى عمر بن سعد فقال له: يا عمر، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ اي والله يا حر، قتال أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي. أفما لكم فيما عرضه عليكم رضا؟ أما لو كان الأمر لي لفعلت، ولكن أميرك الله. فعاد الحر
من عمر بن سعد. فقام عمر بن سعد عن منبره والتقط القوس من غلامه وغري القوس وجعل السهم في قلب القوس وتقدم نحو معسكر الحسين يرافقه شمر بن الجوشن وشبث ابن ربعي. فقال اشهدوا لي علم الامير اني اول مرة معسكر الحسين بن علي. فهذا عمر بن سعد رمى سهمه على معسكر الحسين فقاتل الحسين اصحابه خلوا صعبكم تجذب الاكوان وبنخلافهم الطبة والميدة وحذب ثارهم وبثار مسلمين. تعالوا شوف من نرخص محسين شدوا بالمعار وبالميادين صدق لانهم واحدهم ب70 لكنهم وبيهم وعنهم تنشم وهم انصار الحسين يتقدمون على الاعداء شاهرين سيوفهم مرددين مولاي يا ابن فاطمة أرواحنا لك الفداء وأنفسنا لك الوقاء. فتقدموا إلى المعسكر إلى معسكر ابن سعد. فتتعبس أوصال الجدال والهاشم قالوا علي أنا النزال الأنصار تلاخوا قالوا محال بالنفوس احنا البدن نبيها واشتد وطيس المعركة وسنانها وتشابكت السيوف بالسيوف والرماح بالرماح ومنهم من سقط ومنهم من جعفر ومن كشفت الغبرة وسقط 50 نفر من أصحاب الحسين. وهذا الحسين بن علي بدا معرولا إلى قتلى أنصاره وتجول بينهم قابضا يده على لحيته قائلا اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس إذ عبد الشمس والقمر واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخلط بدمي. وهذا الإمام الحسين عاد إلى معسكره وأقبل الحر إلى معسكر الحسين فتوقف موقف آمن من الناس
فأخذ يدنو إلى معسكر الحسين. يا مؤمنين، وهذا الحر أمامكم مقيد الأيدي نادما على ما فعله بالحسين عندما دخل كربلاء. الحر قبل لابوني ومتوسف على ذنوبه. ادخيلك سيد رايد من الله ومنك التوبه. يا ابن المصطفى ممدوح بالمصحف على حلمه. دخيلك على الصديقة عن دربك يا ملهم. أو دخلت البيت من بعد وانتم بعد من رحمة. يقول لو وصلت يا راشد واحنا نقبل التوبة. وهذا الحسين بن علي جالسا امامه الحر مقيد الايدي. فامر حبيب بن مظاهر ان يفك قيده. فقام الحر باكيا امام الحسين فقال له: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحره. أفتأذن لولدي يا ابن رسول الله بالخروج للمبارزة؟ فهذا الحسين بن علي يأذن إلى ولد الحرب الفراس وأولاده. فتقدموا نحو الأعداء فهذا يسير بهم. وها هم يتقدمون إلى معسكر عمر بن سعد وينادون: مولانا مولانا حسين، مولانا مولانا أبا عبد الله، اليوم نوافي جدة نبينا وأباك المرتضى عليا وأمك فاطمة الزهراء، اليوم نقتل دونك يا مولاي يا أبا عبد الله. وبارزوا وقاتلوا قتال الأبطال فقتلوا منهم جمعا كبيرا حتى قتلوا رضوان الله عليهم يا مؤمنون. وهذا الحرام مقوم بمروان إلى ولده يكشف عنها الأبدان. فعندما بارز منهم فهربوا أمامه جلس عند ولده واحتضنه ربنا وحمله وتبدل إلى معسكر الحسين هارنا. يا مؤمنون، يا شيعة أمير المؤمنين، يا أنصار أبا عبد الله وأحبائه، هذا الحر بن يزيد الرياحي حاملا ولده فتقدم له الحسين فجلس الحر. أوفيت يا ابن رسول الله، وأنا الذي جعجعت بك وأهلك أول مرة وأحضرتك إلى هذا المكان، أفتأذن لي بالخروج لقتال أعداء الله ورسوله؟ فهذا الحسين يأذن الحر
بالبراز إلى المعركة، فتقدم الحر نحو القوم. إني أنا الحرام والضيف أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الكيف. أضربكم ولا أرى من حيثي. فبرز يقاتل حتى تقدم إلى معسكر ابن زياد، فتقدموا عليه وأحاطوا به من كل جانب. وها هو يقاتل قتال الأبطال لا شتان، وقتل منهم جمعا كبيرا. فتقدم نحوه وجلس عند رأسه. اجا يمه ابو اليمه وعن وجهه مسح دمه، ينادي ما خطت ام الحر اسمه وهو على اسمه. هذا عادته ورسمه ويقوم ولد عمه، وهو ما شاف لما طاح فارقته المرعوبه. وهذا ابا عبد الله الحسين رحمك الله يا حار، وحشرك مع اجدادي ورفعك في عدلي. فتركه الحسين وعاد الى المعسكر. فهذا أبا عبد الله يا مؤمنون مهرولا نحو أنصاره وأهل بيته. فهذا الحسين عاد إلى معسكره. قوم استاذ قوم. فتقدم له برير بن خوار يستأذن الإمام الحسين للقتال بين يديه. فأذن له الحسين وتقدم برير نحو القوم. اقتربوا 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 مني يا قتلة أولاد رسول الله، اقتربوا مني يا قتلة أولاد رسول الله وذريته الباقية. إن كنتم رجالا فتقدموا إلي، اقتربوا مني اقتربوا اقتربوا. تعالوا الدم منا الخصم محزين، ايش سوى بالنهار والميعاد وجدنا لهم واحد من سبعين. لا تنمر ودع الفارم السهل، وها هو بغير يقاتل
جزاكم عند أمي فاطمة الزهراء يا أخواني ويا أنصاري. فهذا الحسين يقوم ويعود إلى أنصاره ومعسكره. وهذا مسلم بن عوسجة يتقدم نحو الحسين ويقترب من أبا عبد الله ليستأذن له بالخروج إلى المعركة. فأذن له الحسين وتوجه نحو القوم شاهرا سيفه: أميري حسينا ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. يا فرسان عدنان خلوا شعركم تقدم للأكوان، وابن خلافهم طبوا الميدان وخذوا بثارهم وبثار مسلم. وهذا مسلم عوسى جلال القوم اقربوا مني يا خلق الله ورسوله. وحبيب ابن مظاهر الأسد فوقف عند رأسه وإذا بالمنادي يصيح: يا حسين يا حسين، قد قتلنا مسلم بن عوسجة، أفلا ترضى خلا أمر الأمير؟ وهذا الإمام الحسين يمسح الدم والتراب عن وجهه. فقال مسلم لحبيب: قرمت لك الظاهر مدينتي وموصيك بعياله بيتي، ووصيك بحسين وعياله وصيتي. فطابت روح الطاهرة فرجع الحسين وحبيب إلى المعسكر. وما بما هو كذلك في طريقهم تقدم ابن مسلم. هذا ابن مسلم أمامكم يخرج للقتال. أميري حسينا ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له مرة مثل بدر منير، فتقدم نحو الأعداء
وولدا أنا عجوز نسيني وعيبه تاويت البعليت النحيفه أضربكم بضربتين عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فأمر الحسين بإرجاعها إلى المخيم. يا مؤمنين يا شيعة أمير المؤمنين، هذا ما جرى على الحسين وأنصاره. فاستأذن وهب بالخروج، فتقدم إلى الإمام الحسين يطلب الإذن للبراز والقتال. فتقدم له فأذن له الإمام، فتقدم نحو القوم شاهرا سيفه: إن تذكروني فأنا ابن الكلب، سوف تروني وترون ضربي وسطوتي وجولتي في الحرب. فتقدم نحو المعركة، جاءوا عليه جيش من سعد، فتقدم عليهم فقاتلهم وبارد منهم جمعا وقتل منهم جمعا. فها هو يقاتل يا مؤمنين. رضوان الله عليه ورموا به معسكر الحسين. فخرج زوجته تتعثر متقدمة نحو الأعداء. مسحت الدمع عن وجهه والتراب وتقبل رأسه. فأمر الشمر غلامه فجاءها فضربها بعمود فسقطت على الأرض، وهي أول شهيد من النساء تسقط في كربلاء. جعلك الله من المصلين والذاكرين إذ ذكرت الصلاة. يا ابن سعد، يا ابن سعد، أنا سيف شرائع الإسلام أكثر عن الحرب حتى نصلي ونعود على ما نحن عليه من الحرب. صلي يا حسين، إن نفعتك الصلاة فإن الله لا يقبل صلاتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي. كم منهم من يطرق فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخلد فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته لك وشكرته إليك رغبة مني لك عما سواك ففرسته وكشفته. أنت ولي كل نعمة وصاحب كل منه ومنتهى كل رجواك. فأتم الإمام الحسين صلاته مع أنصاره. يا زهير ويا حبيب يا فرسان الهجاء ألا من ناصر ينصرنا ألا من ذاب يذب عن حرمنا. بعد هيهات نقدر للمدينة ويذهب دار مسلم لمدينة يا ابو اليمة المدعو للناس بيده وتدري الناس تنقلب بحياته. وهذا حبيب ابن مظاهر الأسدي يتقدم نحو الإمام الحسين يستهدفه للفوز والقتال. فتقدم أمام الحسين جالسا على ركبته فأذن له الإمام الحسين وعانقه وتوجه حبيب بن مظاهر نحو الغاب شاهرا سيفه. أنا حبيب وأبي مظاهر فارسها جائر وحارب تسعر. أنتم أعدوا عدتين وأكثر ونحن أوفى منكم وأصغر. وأنتم عند الوفاء أبدا ونحن أحلى حجتين وأظهر. فهذا حبيب تقدم نحو القوم وبدأ يقاتل وقتل منهم جمعا كثيرا وما هو إلا يقاتلهم أمير حسين ومولاي روحي لروح الفداء ونفسي لنفسك يا ذا عبد الله الوفاء. فتقدم له من فرسانهم
فسقط حبيب بن مظاهر على الأرض، فهذا الحسين تقدم نحوه كاشفا عنه الأعداء، جالسا عند رأسه يمسح الدم والتراب، فقال رحمك الله يا حبيب، وحشرك مع جدي محمد وأبي علي، فقبله الإمام الحسين. وبعد هذا ترك الإمام حبيب في أرض المعركة وتوجه إلى أنصاره وأهل بيته. فتقدم زهير بن القان إلى الإمام الحسين يستأذنه للخروج للقتال، فها هو جالسا على ركبته مستأذنا الحسين قائلا: فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، وحسنا والمرتضى عليا. فأذن له الإمام وتوجه إلى القوم جاهرا سيفه، فها هو تقدم جاهرا سيفه عليهم، فتقدموا عليه بدموعهم، تعالوا شوف من الخصم محسين، السوى وبالمغارة وبالميادين، وذقنا لهم واحدهم ب70 لكنهم وبهم خلقهم السن، وما زال يقاتل حتى قتل منهم جمعا فسقط على الارض. فتقدم له الامام فكشف عنه الاعداء ووقف عند راسه يمسح الدم والتراب وقبله، فقال له: رحمك الله، وحشرك مع أجدادي، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فقام الحسين تاركه في أرض المعركة متوجها نحو معسكره. فتقدم حابس ابن شديد الشاكري إلى الإمام الحسين متوجها إلى ابن فاطمة يستأذن بالخروج للقتال. فها هو أمام الحسين: يا أبا عبد الله، والله ما أمسى على وجه الأرض قريب أو بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت أن أدفع عنك الضيق أو القتل بشيء أعز من نفسي ودمي لفعلت. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. فهذا الإمام الحسين يأذن إلى عابس، وهذا عابس يتوجه إلى القوم
شاهرا سيفه ونادى المنادي هذا أسد الأسود، هذا أسد الأسود، هذا ابن خبيب، لا تقاتلوه رجلا لرجل بل البقوه بالحجارة. ألا رجل يقاتلني، ألا رجل يبارزني، ألا رجل يقاتلني، ألا رجل يبارزني. فهذا عابس ينادي القوم متقدما شاهرا سيفه فيرموه بالحجاره فشد عليهم ففروا امامه حتى نزع المصدر والزير. على رجل يقاتلني، على رجل يبارزني. فهذا عابس يصول بهم فنزع المغفار والجير. مولاي اميري ابا عبد الله. عابس ما صابك يا عابس، القلوب حب الحسين على النبي، حب الحسين على النبي، حب الحسين على النبي. لكن جينا الدنيا قبل الكربلاء صار مناحرنا ومغايرنا لبايع حضرة المختار. ولقينا صبط النبي نضحى ونرقص الأعمار. وهذا عابس يقاتل قتال الأبطال فقتل فارسا منهم وها هو يقتل جمعا جمعا. حب الحسين أجلني، حب الحسين أجلني. نموت على الاسم يا حسين بس اعلم يا ابو اليمه. نموت وضحى بلا الطير وانت الراي والهمه. وهذا عابس يقاتل قتال الابطال فاحاطوا به من كل بابير فاستطاع ان يشق صفوفهم وما زال يقاتل شاهرا سيفه حتى طعنه احدهم من الخيل فسقط على الهار وقطعته السيوف. فهذا ابا عبد الله شاهرا سيفه متوجها الى عابس فجلس عند راسه يمسح الدم والتراب عن وجهه. يرحمكم الله يا مؤمنون، هذا الحسين بن علي يا عابس وفيت والله وجعلك الله من اصحاب الجنه ومن انصار الرسول. فعاد الحسين بن علي الى معسكره متوجها الى قومه وانصاره. فجاءه في طريقه جون طالبا الرخصة من الإمام الحسين
فها هو جون أمام أبا عبد الله فقال له: يا جون أنت في حل مني، فإنما تبعتنا طلبا للعافية. يا ابن رسول الله، أنا في الرخايا ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم. والله إن ريحي لمتن، وإن حسبي لئيم، وإن لوني لأسود، فتنفس علي بالجنة فتطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي. فأذن له الحسين بن علي بالقتال فتوجه إلى القوم شاهرا سيفه متوجها نحو معسكر عمر بن سعد. كيف يرى الكفار ضرب الأسود بالمشرف والقنا المسدد يذب عن آل النبي أحمد، يذب عنهم باللسان وباليد. فبرز إلى القوم فتقدموا عليه وأحاطوا من كل جانب. فهذا جون يقاتل قتال الأبطال. ألف واقع لحب حسين الموت وللنفس ولا لحظة تنعاشر هوى نومي أو ظلمت ما يهمنا الموت مرحال الصدر يستقبل. فسقط جون فتقدم له الحسين وجلس عند رأسه وقبله ومسح الدم والتراب عن وجهه. فقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع جدي محمد ووالدي علي. فرجع الإمام الحسين مطرقا إلى الأرض